شقيقة تمردت على قوانين القصر المغربي، واحدة استثنائية رزينة في كل خطواتها، وأخرى عاشت أجمل قصة حب. أسرار وحكايات عديدة تحيط بأميرات القصر المغربي، فما هي تفاصيل حياتهن من زواج وطلاق وثروة؟ وما هي الأسرار الخفية لأميرات القصر العلوي؟ للا حسناء، ما قصة زواجها وطلاقها؟ أشهر أميرة بالقصر المغربي، صاحبة الكلمة المسموعة والشخصية الغامضة، رأى فيها الحسن الثاني امرأة على قدر المسؤولية، وأثبتت له أنها كذلك، فرضت مكانتها داخل البلاط العلوي، ورسمت طريقها جنبا لجنب مع شقيقها محمد السادس. فما هي أسرار حياة الأميرة للا حسناء وطلاقها؟ كم تبلغ ثروتها؟ وما حقيقة امتلاكها لأغلى قصر ببريطانيا؟ هي الأميرة للا حسناء أصغر ابنة لملك المغرب السابق الحسن الثاني من زوجته للطيفة حمو، وشقيقة الملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد، ولها أختان هما لا أسماء ولا مريم. ازدادت الأميرة يوم 19 نوفمبر عام 1967 بالقصر المغربي بمدينة الرباط، ولكونها آخر عنقود القصر العلوي حظيت للا حسناء بمكانة خاصة بقلب للحسن الثاني، فكانت مدللته ومحبوبته، وتلقت تعليمها كجميع أفراد العائلة الملكية بالمدرسة المولوية جنب شقيقها الملك، فعرفت منذ طفولتها بالانضباط والالتزام، واهتمت كثيرا بقضايا الأنشطة الوطنية خاصة المتعلقة بالبيئة، وبذكاء منها انشأت حملة وطنية وخصصت جائزة مالية لأفضل شاطئ نظيف في المغرب، فأثبتت لوالدها أنها فتاة على قدر المسؤولية، لذلك وضع الحسن الثاني ثقة كبيرة بها. وفور إتمام دراستها تمت خطوبة الأميرة من دكتور القلب خالد محربيت ابن مدير ديوان وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، خطوبة دامت ل3 سنوات قبل أن يعلن القصر المغربي بدء مراسم الزواج، وهو الخبر الذي أفرح جميع المغاربة. فشهدت مدينة الرباط يوم 13 ديسمبر عام 1991 زفافا على التقاليد الملكية العلوية. لبست الأميرة ثوبا من الحرير مزين بالأحجار الكريمة، ونشر القصر صورها رفقة والدها الملك، وقام أكثر من 100,000 مغربي بالرحلة لحضور حفل الزفاف هذا، واستمر الاحتفال 5 أيام في كل من مدينة فاس والرباط. وكان من بين ضيوف هذا الزفاف الفخم ابنة الملك حسين ملك الأردن، والأمير التايلاندي، والملك سيميون الثاني ملك بلغاريا. ورزق الثنائي بابنتين هما الأميرة أميمة في 15 ديسمبر عام 1995، والأميرة علية في 20 أكتوبر عام 1997، لكن زواجهما لم يدم طويلا، وتم الطلاق بهدوء دون أي مشاكل بين العائلتين. حتى هذه السنوات كانت الأميرة قليلة الظهور أمام الإعلام، إلى أن حملها والدها الحسن الثاني مسؤولية كبيرة، وذلك عام 1999 عندما جعلها المسؤولة الأولى بمهمة الحرص على التراث الشاطئي، وكانت آخر مهمة يكلفها بها قبل وفاته في نفس العام. فما إن اعتلى شقيقها محمد السادس حكم البلاد حتى جعلها رئيسة على جمعيته لحماية البيئة، وبذلت الأميرة جهودا كبيرة في هذا المجال، فحظيت بجوائز دولية عديدة، وعينت من طرف الأمم المتحدة كسفيرة للساحل. وما لا يعلمه الكثيرون أن الأميرة بالإضافة إلى مهامها الملكية تدير شركة خاصة بها متخصصة في الحلي والمجوهرات الفاخرة بمساعدة من ابنتيها الأميرتين. وقد بلغت ثروة الأميرة عام 2021 حسب مجلة فوربس ما يقارب 5 مليون دولار، الأرقام التي تبقى نسبية إلى حد كبير، خاصة بعد انتشار أخبار حول امتلاكها منزلا فاخرا ثمن المتر المربع فيه هو الأغلى في بريطانيا، وذلك لكونه قرب قصر كنسنتون قصر الملكة إليزابيث والعائلة البريطانية، وقدر ثمنه بما يقارب 11 مليون دولار. كما تعتبر الأميرة للا حسناء أشهر أميرة بالمغرب، فقد أدرج اسمها مع شقيقها وزوجته الأميرة للا سلمى كأشهر الأمراء، وذلك بفضل ظهورها الدائم والتزامها بشؤون حماية البيئة. فهل تعرفون هذه الأميرة المميزة؟ وهل سبق وسمعتم بقصتها من قبل؟ شاركونا رأيكم بالتعليق.
للا أسماء وقصة حبها الأسطورية. هي بنت ملك وشقيقة لملك، عاشت أجمل قصة حب بالقصر الملكي المغربي. حارب الرجل الذي عشقها التقاليد والمراتب، وواجه والدها الملك الحسن الثاني، أصعب وأقوى رجل بالمغرب، ليتزوج أميرة القصر الهادئة والرزينة كالجبل الذي لا يهزه الريح، والتي كان خبر طلاقها من محبوبها صدمة لجميع المغاربة. إنها للا أسماء أميرة الفقراء والضعفاء. فما هي تفاصيل حياتها وأسرار ثروتها؟ كيف حارب زوجها ليظفر بها؟ من هم أبناؤها؟ ولماذا انتهت قصة حبها بالطلاق؟ ولدت الأميرة للا أسماء يوم 29 سبتمبر عام 1965 بالقصر الملكي بالرباط، كثالث ابنة يرزق بها الملك الحسن الثاني مع زوجته للطيفة حمو، وهي أصغر بعامين من شقيقها محمد السادس الذي كانت أقرب شقائه خلال طفولتهما. فدرست الأميرة بالمدرسة المولوية داخل القصر الملكي كجميع الأمراء والأميرات. تلقت تعليما رفيعا، أتقنت اللغات والرياضيات، وعرفت منذ طفولتها بمشاعرها الرهيفة وحبها لعمل الخير ومساعدة المحتاجين. فقضت طفولتها داخل جدران القصر العلوي، وتشربت تربية المخزن كما يجب حتى حصولها على شهادتها. وبعدما رأه فيها والدها من تواضع وطيبة، كلفها رسميا بجمعيات رعاية الفقراء والمساكين، وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصت برغبة كبيرة منها على توفير المدارس لتعليم الفتيات والنساء بالبوادي والقرى. وعرفت كذلك بحبها للحيوانات وتوفيرها مراكز رعاية خاصة باسمها في مختلف بقاع المملكة. ومباشرة بعد زفاف شقيقتها الكبرى للا مريم، بدأت قصة حب للا أسماء المميزة، التي كان بطلها الشاب الوسيم خالد بوشنتوف، رجل أعمال من مدينة الدار البيضاء وعضو بالجامعة المغربية للملاكمة. والده بليوط بوشنتوف رئيس بلدية المدينة بين عامي 76 و94، وكان قد وقع في عشق الأميرة للا أسماء عندما رآها مباشرة للمرة الأولى خلال إحدى المناسبات الملكية الرسمية، فلمحها بعينيه ثم ابتسم لها وبادلته بابتسامة خجولة، فوقع الشاب بحبها وتمناها زوجة له. وقد يبدو خالد لمنصب مرموق بالنسبة للبعض، لكن التقدم لطلب يد أميرة مغربية ليس بالأمر اليسير، فوالده مجرد رئيس للبلدية، وهو أيضا واحد من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي يخالف قواعد القصر الملكي المرتبطة بزواج الأميرات من الرجال الغير السياسيين لتفادي الاختلاط بين السلط، خاصة أن والدها هو الحسن الثاني، الرجل الأقوى بالمملكة المغربية المعروف بشخصيته وصرامته، والذي اختار بنفسه زوج شقيقتها للا مريم، الذي كان رجل أعمال مليونير وناجح للغاية بويسرت الأمريكية، وذا مكانة عالية لا تقارن بمستوى خالد. هنا لم يكن للشاب الوسيم سوى اللجوء لطلب مساعدة والده، الذي وعده بفعل كل ما يستطيع لأجل تحقيق حلمه وتزويجه بأميرة أحلامه. ورغم مرور عدة أيام، ازداد إصرار خالد وتعلقه بالأميرة، الأمر الذي لاحظه والده وجميع المقربين منه، فقرر أخذ المجازفة وتحدث مع الوزير إدريس البصري الذي كان من المقربين للملك، أخبره بما يحدث وطلب استشارته. فما كان للوزير سوى تقديم وعده بإخبار الحسن الثاني في أول فرصة عندما يرى أن الوقت مناسب. وبعد مرور شهور كاد يفقد خلالها خالد أمله الوحيد، حتى اتصل هاتف والده بخبر أفرح عائلة بوشنتوف بأسرها، فهذا الوزير البصري بنفسه يخبره بقبول الحسن الثاني لطلب خالد، ويسمح له بالتقدم لخطبة ابنته بعد أن أخذ وقته الكافي في البحث عنه، ووجد فيه من الاجتهاد والأخلاق ما يناسب ابنته الأميرة. ولم تمر سوى أيام قليلة حتى شهدت مدينة الرباط حفلا ملكيا أسطوريا أقيم على الطريقة المغربية الأصيلة. لبست الأميرة قفطانا مغربيا مزين بخيوط الذهب، وكانت الابتسامة العريضة لا تفارق وجه خالد الذي فاز بفتاة أحلامه أميرة المغرب المميزة. وبعد الزواج زال الحب والتفاهم بينهما،
ساعد خالد زوجته في إطلاق أول مشروع لها، وهي شركة يانو العقارية، إضافة لاستثمارها مبالغ مهمة في شركة أطلس المتخصصة في تصدير الحوامض، والتي تمتلك ما يقارب 50% من أسهمها ومئات الهكتارات من أراضيها الزراعية. كما انشأت شركة باو للتنمية برأس مال يفوق 100,000 درهم، وبفضل نصائح زوجها أصبحت شركة ضخمة ولها عدة فروع بكامل بقاع العالم، وهو ما جعل الأميرة تعرف بكونها سيدة أعمال ناجحة للغاية، حيث فاقت شقيقتيها لمريم والحسناء، لكنها رغم ذلك حافظت على بساطتها وتواضعها، وغالبا ما تفضل الابتعاد عن الأضواء، فأغلب ظهورها مرتبط بأعمالها ورعايتها للجمعيات الخيرية أو خلال المناسبات الملكية كزفاف شقيقها الملك أو زفاف مولاي رشيد. وبفضل مجهوداتها الكبيرة في المجال الخيري فازت الأميرة بوسام العرش من الدرجة الممتازة، والوسام الملكي البريطاني، ووسام تقدير الإسباني. ورزقت للا أسماء من زواجها بمولودها الأول عام 1988 الذي أسماه الملك الحسن الثاني بنفسه مولاي اليزيد، وكذلك مولودتها الثانية لنهيلة عام 1992 والتي تبلغ حاليا 30 من عمرها، ونشرت صورها للمرة الأولى بعد زفافها من الشاب علي حجي العام الماضي. كما شهد جميع المقربين من القصر بالعلاقة المميزة التي جمعت الأميرة بزوجها والحب الذي دام بينهما للسنين قبل أن يتم إعلان طلاقهما، الخبر الذي لم يكن ينتظره أي أحد وفاجأ في الحقيقة الشارع المغربي، لكن طلاقها تم باحترام وتقدير كبير دون أي مشاكل بين العائلتين، هادئ تماما كشخصية الأميرة المعروفة برزانتها وثباتها، مما جعل الجميع يتفق على أن طلاقها كان بالتأكيد لسبب وجيه، فالبيوت أسرار ولا يعلم ما بين الزوجين سواهما، حتى لو كان يبدوان في قمة السعادة والفرح. وتبلغ الأميرة حاليا 57 من عمرها، لها مكانة خاصة بقلب المغاربة لم تدخل أبدا في أي شبهات أو مشاكل، تبتعد في أغلب الأوقات عن الرسميات والأضواء، بسيطة في ظهورها وطريقة حياتها، لذلك لقبها المغاربة بلا أسماء نصيرة الضعفاء والفقراء، لما قامت به من أعمال ودعم خاصة للأطفال. كما يؤكد جميع المقربون منها على حبها للسفر للمدن الصغيرة وسط الطبيعة والأجواء الهادئة، حيث تقضي أغلب أوقاتها بعيدا عن ضجيج وصخب المدن الكبرى، ويعتبرها المغاربة رمزا للأميرة المتواضعة البسيطة ذات القلب الطيب الحنون، والتي تحس جيدا باحتياجات شعبها وتدعم الفقير والمسكين. فما هو رأيكم حول الأميرة للا أسماء؟ وكيف تصفون شخصيتها ومسيرتها؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. للا مريم أميرة تمردت على القصر المغربي، ابنة ملك وشقيقة لملك، أول مطلقة من العائلة الملكية، أميرة عصرية تجرأت على كسر تقاليد القصر المغربي، مميزة استثنائية بحضورها، جمعت كل الصفات المتناقضة، فهي العاطفية القوية والمدللة المتمردة. فما هي أسرار حياة الأميرة للا مريم وطلاقها؟ وكيف تمردت على القصر المغربي وخالفت قواعده وتقاليده؟ أول طفلة رزق بها الملك الراحل الحسن الثاني يوم 26 من غشت عام 1962 ولدت الأميرة في روما بإيطاليا، عندما كان الملك الحسن الثاني يقضي عطلة صيفية مع زوجته للطيفة، فخطفت قلب الملك المغربي لكونها طفلته الأولى وأسماها مريم. وبعد ولادتها بسنة واحدة أنجبت للطيفة ولي عهد المملكة محمد السادس، لكن مريم حافظت على مكانتها كطفلة القصر المدللة، وتابعت مريم دراستها بالمدرسة المولوية والمعهد الملكي داخل القصر، فتشربت تربية المخزن على أصولها، وقضت طفولتها داخل البلاط العلوي، لتتخرج بعد سنوات دراستها من جامعة محمد الخامس بالرباط، ثم عينها والدها الحسن الثاني كرئيسة لمصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة. فبدأ الشعب المغربي يلاحظ تواجد الأميرة أكثر من ذي قبل، وكانت الأميرة معروفة بإطلالاتها المميزة وحضورها القوي. وبعدها بسنوات قليلة أعلن القصر الملكي خبر زفاف الأميرة من الشاب فؤاد الفيلالي، وقد كان زفافا تقليديا بتخطيط من العائلتين، فقد كان فؤاد الفيلالي مصرفيا كبير الشأن،
في ويل ستريت بالولايات المتحدة الأمريكية. والده هو عبد اللطيف الفيلالي، الوزير الأول للحسن الثاني وواحد من أقرب الرجال له. تعرف عليه الملك بعد زيارة له داخل القصر، فأعجب الملك بشخصية فؤاد وبنجاحه، الشيء الذي لاحظه جميع الحاضرين بوضوح. فقليلا ما يثير أي أحد إعجاب الحسن الثاني واهتمامه لدرجة أن يطيل الحديث معه. ثم بدأت بعدها الزيارات تزداد بين العائلتين، لتتقدم عائلة الفيلالي رسميا بطلب يد الأميرة مريم ذات 21 سنة للشاب فؤاد الفيلالي الذي لم يتجاوز عمره 27. فشهدت مدينة فاس المغربية حفل زفاف أسطوري أقيمت مراسمه على الطريقة المغربية الأصيلة، فزينت المدينة بأكملها، ولبست الأميرة مريم قفطانا مخزنيا مطرزا بخيوط الذهب مع مجموعة مميزة من المجوهرات الملكية، ووزعت المأكولات والهدايا، فكان حفلا ملكيا لم ينساه أهل فاس أبدا. وفي عام 1986 عين الحسن الثاني زوج ابنته فؤاد كمدير لشؤون مجموعة أونا المغربية، وهي المجموعة الاقتصادية الأولى بالمغرب، كشركة قابضة متعددة النشاطات وتمتلكها العائلة الملكية المغربية. وبحكم تجربة فؤاد السابقة في هذا المجال، استطاع تحويل هذه المجموعة لإمبراطورية عملاقة ساهمت في تطوير الاقتصاد المغربي ككل، بتوفيرها الملايين من فرص الشغل وانفتاحها على السلع والأسواق الخارجية. وفي 3 أبريل عام 1986 أنجب الزوجان أول حفيدة للحسن الثاني، وأسماها بنفسه سكينة، لتخطف سكينة مكانة والدتها في قلب الملك، فكانت قرة عينه ومدللته، وتعلق بها كثيرا، فأطلق اسمها على أحد أكبر المساجد بالعاصمة الرباط. ليعرف منذ ذلك الوقت داخل القصر أن ما أعز من مريم إلا ابنتها سكينة، وقد حرص الحسن الثاني على إهدائها مسة على شكل لهب النار في كل عيد ميلاد لها، إضافة إلى مجموعة فاخرة من السيارات الفارهة. كما احتلت مكانة خاصة في صناعة القرارات بالقصر، فمن المعروف أن الحسن الثاني كان ذا شخصية قوية ولا يتراجع عن قراراته، لكن سكينة رغم صغر سنها كانت الوحيدة التي تستطيع بسهولة التدخل وتطلب منه أيا كان ما تريده. وتبلغ سكينة حاليا 36 من عمرها، وقد عاشت في كنف والدتها وخالها محمد السادس قبل زفافها من الشاب المهدي الركراكي، وهو رجل أعمال وصاحب شركة للمعلوميات، وينحدر من عائلة عريقة، فجده كان فقيه الحسن الثاني ومعلم اللغة العربية للأمراء والأميرات. كما رزق الزوجان بتوأم أسمياه آية والحسن. كما رزقت الأميرة مريم بابنها الثاني الأمير إدريس في 2 يوليو عام 1988، وهو حاليا رجل أعمال كبير الشأن، يبلغ 34 من عمره، لا يحب الأضواء ويعيش حياته بهدوء، وكل تركيزه على مشاريعه وأعماله، وذلك من خلال شركتين يمتلكهما، وهي شركة ENC. لكن مسؤولية عائلتها وأطفالها لم تمنعها من مواصلة ما بدأته من أعمالها الخيرية، فقد كانت الأميرة من أشد المهتمين بالطفل والمرأة، وكانت من أول المنخرطين في مطالبة المصادقة على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. كذلك كلفها والدها برئاسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وترأست الجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف والمرصد الوطني لحماية الطفل، ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين، فكانت بذلك أكثر أميرة تظهر أمام الإعلام المغربي، فأحبها الشعب، وكانت لها مكانة خاصة في قلوب المغاربة. وفي عام 1997 استيقظ المغاربة على إعلان ملكي رسمي يعلمهم بطلاق الأميرة مريم من زوجها فؤاد الفيلالي، فصدم الجميع من هذا الخبر، فهي المرة الأولى التي تطلق فيها أميرة مغربية من زوجها بتاريخ المغرب، في جرأة وشجاعة كبيرة منها على كسر قواعد البلاط العلوي للمرة الأولى، فغيرت بذلك تقاليد القصر للأبد، وأظهرت الجانب القوي من شخصيتها كأميرة عصرية لا تتقيد أبدا بأي قوانين. فهي أيضا أول أميرة تكسر التقاليد الملكية المتعلقة بتسريحة شعر الأميرات، وذلك عند تجرؤها على تغيير تسريحة الشينيون الأميري التي جرت عادة أن تظهر بها أميرات المغرب إلى تسريحة شعر قصيرة، في أسلوب أكدت به الأميرة بصمتها العصرية المختلفة
وفرضت شخصيتها المميزة داخل المغرب لتصبح رمزا للمرأة العصرية التي لا تتقيد بالقواعد مهما كانت. فبدأ الشعب يشبه شخصيتها بشخصية والدها القوية، فقد غيرت نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وبدأ الجميع يتحدث عن مدى تأثيرها على المرأة خاصة والشعب المغربي عامة، وهو الشيء الذي رحب به شقيقها الملك محمد السادس، فما كان له سوى أن يعينها رسميا كرئيسة للاتحاد النسائي المغربي. فساهمت بشكل كبير في تخليص النساء من القواعد القاسية، وكانت رمزا للمرأة المتحررة، فطورت من أعمالها لتصل لخارج المغرب وداخله، وكانت الوجه الإعلامي لأميرة القصر المميزة ذات الشخصية الاستثنائية القوية والقريبة الحنونة على شعبها. كما يؤكد المقربون منها على تواضعها وحبها للسفر والحياة البسيطة، ويعتبرها المغاربة رمزا للمرأة المتحضرة العصرية التي تعرف جيدا حقوقها وحريتها، وتحترم في نفس الوقت أصولها برزانة ودقة محسوبة. فما هو رأيكم حول الأميرة لالا مريم؟ وكيف تصفون شخصيتها ومسيرتها؟ شاركونا رأيكم بالتعليق. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.